انا مش جايه اقول لكم انها مضره، انا جايه اقول لكم اتدلعوا بس احموا شعركم كويس. فيلا بينا اقول لكم ازاي تكوا شعركم 100 100 من غير ضرر. ازيكم، يا رب تكونوا بخير وزي الفل. الفيديو بتاع النهارده هكلمكم فيه عن الهيت او الحراره بتعمل ايه في الشعر، نحمي الشعر ازاي قبلها، ونستخدم ليه هيت بروتكشن او ايه انواع الهيت بروتكشن كمان الموجوده في السوق المصري ويكون سعرها كويس. بصوا من الاخر هكلمكم عن كل حاجه ليها علاقه بالحراره وازاي بجد نخلي الحراره ما تاثرش على شعرنا باكبر قدر ممكن. بما ان الايام دي ايام عيد فانا عارفه كل الناس دلوقتي بتكلمني جاكلين نكوي شعرنا ازاي من غير ما نضر، فهحاول اجمع لكم كل معلوماتي وكل التريكس اللي انا بعملها لما بكوي شعري. يلا بينا. قبل ما نبدا ما تنسوش بليز تعملوا فولو للاكونتس بتاعتي على السوشيال ميديا. لو عندكم سؤال مهم 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 ومش برد على الكومنتس بسرعه اسالوا على الانستجرام، ولو عندكم اي سؤال ليه علاقه بالفيديو دوت سيبوه في الكومنتس، انا هرد عليه خلال يومين او 3 من نزول الفيديو. لو ما ردتش ابعتوا لي على الانستجرام قولوا لي ان انا ما ردتش عشان انا بشوف الانستجرام اول باول. دن. اول حاجه عاوزه افهمها لكم وقلتها لكم في الفيديو بتاع الصبغه بس ممكن يكون ده مش اهتمامكم فهقولها لكم هنا تاني. لو انتوا اتفرجتوا على فيديو الصبغه ومش عايزين تقعدوا هنا كتير هسيب لكم هنا كده تحت الوقت اللي بقول لكم فيه ازاي تحموا شعركم من المكوى. بس هشرح بس شويه عن طبقات الشعر عشان لو حد ما سمعش فيديو الصبغه يبقى فاهم هو هنا ايه الموضوع او ايه اللي بيحصل. انا في فيديو السابقه شرحت لكم ان الشعرايه مكونه من 3 طبقات. الطبقه الخارجيه دي اهم طبقه بالنسبه لنا هي الكيوتيكل، بيسموها الكيوتيكل، بيسموها كيوتيكل لاير، بيسموها قشره خارجيه او طبقه خارجيه. الطبقه دي بتبقى موجوده على كل شعرايه من بره. تاني طبقه وهي الكورتريكس ودي احنا ما عندناش تعامل كتير معاها. تالت طبقه وهي الموديل ودي اللي غالبا كل المواد الفعاله اللي موجوده مثلا في الصبغه او في الهيت عاوزه توصل لها عشان تغير طبيعه الشعر اذا كان كيرلي او ويفي لليس. المكوى وهي معديه كده عايزه توصل للطبقه اللي جوه عشان تغير نوع الشعرايه من الويفي والكيرلي للليس، وبالتالي عشان توصل لها بتكسر طبقه الكيوتيكل شويه شويه او بتحاول تهزمها عشان تفرد الشعر اكتر. او كل ما مشينا بالمكوى على الشعر اكتر كل ما الحراره عايزه توصل لجوه وبتكسر في الكيوتيكل لاير دي اكتر واكتر. طب هل الكيوتيكل لاير دي مهمه؟ دي هي المسؤوله عن نعومه الشعر وهيشان الشعر ومسؤوله عن تقصف الشعر ومسؤوله عن كل حاجه. الحراره لو عرفت تهزم الكيوتيكل الشعرايه اتقصفت ولازم تتقص، وساعتها القص هيبقى كل شهر لشهرين تقريبا كل 40 يوم نص سنتي عشان بس نلحق ان التقصف اللي تحت ما يسرحش على باقي الشعر. ماشي يا جاكلين، دلوقتي انت قلتي ان الكيوتيكل مهمه جدا وتقريبا هي اللاير الخارجيه اللي بتحمي الشعرايه من كل المشاكل والبلاوي السوداء اذا كانت من الصبغه او من المكوى. يعني المكوى دلوقتي بتاثر على الكيوتيكل وده اللي بينتج عنها بعد كده نشفان في الشعر، جفاف في الشعر، الاطراف مش كويسه عايزه تتقص، كل المشاكل اللي احنا بنشوفها. الشعر خشن اكتر من الاول، يعني شعرنا كان كويس قبل المكوى، كل المشاكل اللي بنشوفها دي بنشوفها بسبب المكوى عشان هي قدرت تاثر على الكيوتيكل. ازاي احمي طبقه الكيوتيكل دي بقدر الامكان؟ قلتها لكم في الفيديو اللي فات. اول حاجه حمام كريم كويس يكون بيليق على شعري، وده هياخد منكم شويه تجارب وشويه فلوس في التجارب. تجربوا انواع حمامات كريم لغايه لما توصلوا تقولوا بس هو ده اللي بيرطب شعري، بحس شعري فيه ناعم. تاني حاجه نغنغوها بالزيوت. اهم الزيوت زيت جوز الهند، هما بجد صحاب. الكيوتيكل وزيت جوز الهند بيحبوا بعض جدا وبجد الكيوتيكل بتعمل اعتبار لزيت جوز الهند. في زيوت تانية ممكن نزودها على زيت جوز الهند او ممكن نستخدمها زيت ارجان، سمسم، لوز حلو، ممكن كمان زبدة الشيا، بذور العنب، كل الزيوت اللي بترطب او بتهيدريت. تالت حاجة قلتها لكم المرة اللي فاتت، دي حاجة بتقوي الكيوتيكل وبتشتغل معاها في مهمتها. الكيوتيكل كانت مهمتها انها تحمي الشعرايه من عوامل البيئة. ايه بقى اللي بيساعد على ان يحمي الشعر من عوامل البيئة؟ برافو عليكم، الليف ان والدهان اللي بنحطه بعد الشاور اللي هو السيرم، الكريم، الاويل اللي سريع الامتصاص متخصص ان هو يبقى ليف ان حتى لو بديل زيت، ليفن كونديشنر، ليفن كريم، ايا يكن مسميه الايام ديت في الشوارع العامه اللي عندنا دي كلهم بيندرجوا تحت انهم دهان بعد الشاور. بنختار اللي بيليق علينا. ودي تاني حاجه هتصرفوا عليها شويه فلوس عشان هتبقوا محتاجين تجربوا فيها شويه عشان توصلوا لاكتر حاجه بتليق على شعركم. وانا عملت لكم فيديو كامل عن موضوع الليفن وجبت لكم حاجات كتير جربتها واسعارها كويسه، جربوا فيها لغايه لما توصلوا للبيرفكت. مثلا انا خلاص اخترت ان انا هختار الكريم، خدوا الكريم وانزلوا بقى السوق وشوفوا هتجيبوا ايه مناسب او في نفس القوام بتاع الكريم ده يليق على شعركم بس يكون حاجه يعني احسن. طيب كده احنا عرفنا هنحمي الكيوتيكل دي ازاي، هنرطب شعرنا، هنستخدم حمام كريم، هنحط زيوت، كده الدنيا زي الفل والكيوتيكل دي عمرانه. الموضوع ده بقى نفضل عليه قد ايه؟ نفضل عليه طول العمر. الكيوتيكل محتاجه الترطيب وكل الحاجات اللي انا لسه قايلها لكم دي. فما تجوش مثلا تقولوا اصلا انا هكوي شعري يوم العيد فانا هروح دلوقتي بقى اهتم بشعري قبل العيد
وبعد العيد باسبوعين 3 وخلاص. لو يعلم الله الكيوتيكال اللي اتهدمت وانتصرت عليها الحراره ديت هتيجي بعد الاسبوعين 3 اللي انتوا تهتموا فيهم دول وهتقع تاني عادي. براحتكم، اعملوا اللي انتوا عايزينه. مش عارفه انا اتقمصت ليه دلوقتي. المهم ان الكيوتيكال طبقه محتاجه الترطيب المستمر مره مرتين في الاسبوع، خليها مره لو مكسلين. طيب في طريقتين برضو استخدمتهم في حياتي اثروا قوي على ترطيب شعري وعلى ان الكيوتيكال دي تبقى كويسه. طريقه الترطيب العميق اللي هي دي مويسترايزنج ميثود، وده الفيديو بتاعها، وجلسه الترطيب وده الفيديو بتاعه. بالمناسبه ده الفيديو بتاع الليف ان، انا برضو سبت لكم صورته من شويه. هسيب لكم اللينكس بتاعتهم كلهم في الديسكربشن بوكس، وعليهم كمان كام بلاي ليست خاصين بتطويل الشعر وتقصف الشعر نعالجه ازاي، الترطيب، كل حاجه. هسيب لكم بلاي ليست كامله. نيجي بقى لجزء بتاع انا احمي شعري ازاي ضد الحراره. اول حاجه شعرنا لما نيجي نستخدم عليه الهيت اللي هي درجه حراره تكون عاليه يكون ناشف 80%. لا ثواني يا جاكلين، مثلا الكوافير او البيت سنتر اللي احنا بنروحه بيجيب السشوار دايركت كده، بيلمس الشعرايه وهي مبلوله وينزل بيها كده كده. هل ده صح؟ لا ده مش صح. احنا لو هنعمل شعرنا في البيت او لو هنروح نبقى احنا غاسلين شعرنا كويس جدا نضيف، معلوش زيوت معلوش اي حاجه، ونعمل حمامات كريم كتيره ونشطفها 100% من الشعر. اخر ميه تنزل من شعركم ميه نضيفه 100%، ما فيهاش رغوه حمام كريم. بعد كده نطلع نلف شعرنا في مايكرو فايبر تاول كده ونسيبه ده يهدى حبه لغايه لما يبطل ينقط. بطلت تنقط تمام، عندكم حل من الاتنين، هتحطوا الهيت بروتكشن بتاعكم دلوقتي او كمان شويه، الوقت اللي يعجبكم. هقول لكم بالمناسبه على كام هيت بروتكشن حلوين بس بالراحه عشان انا بدات ادوخ، يعني المعلومات كتيره وانا مش ملاحقه. 2000 years later. ماشي، احنا اتفقنا ان الشعر كده نضيف 100% وان انا سبته ينشف مثلا 50%. هنحط الهيت بروتكشن بتاعنا دلوقتي. ايه مهمه الهيت بروتكشن يا جاكلين؟ هو اي كلام وخلاص ولا هي فلوس في الارض؟ والله انا كنت بقول ان هي فلوس في الارض، ولكن بعد العلم شويه، بعد ما اختكم بتفهم الكلام وتذاكر حبه وتدور، فهمت ان دايما في الهيت بروتكشن بيتضاف بعض المواد اللي بتحمي الكيوتيكال من الحراره. ببساطه لو انتوا شفتوا تحت الميكروسكوب هتلاقوا مثلا هنا في ناحيه منهم مكتوب عليها انها من غير السيليكون. السيليكون بيخلي الطبقه الخارجيه بتاعه الشعرايه اللي هي الكيوتيكال لازقه في الشعرايه، على عكس ما هي المفروض تبقى ايه، متشنجه كده. السيليكون من الحاجات اللي بتحافظ على الشعرايه وبتضغط على الكيوتيكال وتنومها عشان الهيت ما تكسرهاش. فهل السيليكون ماده كويسه؟ بامانه. هل احنا المفروض نستخدم سيرم قبل الحراره او في المطلق يكون سيرم يكون فيه سيليكون؟ طيب زي ايه؟ بالمره بقى اقول لكم السيرامات الموجوده، وممكن كمان سبراي. هقول لكم ده وهقول لكم ده. السيرامات الموجوده انا جربت تري شوب حلو قوي، بيسيب الشعر ناعم، بيسيب فيه لمعه وبيحمي الشعر لان فيه سيليكون. هسيب لكم صور الحاجات. تاني حاجه وده اشهر حاجه موجوده في مصر حاليا هو السيروليز. السيروليز سيرم مشهور ان في بلوجرز كتير قوي بيستخدموا الهيت مره كل اسبوع، بيحطوه قبل الهيت ما بيحصل لهمش اي حاجه. بالمناسبه الهيت اللي بتستخدم مره كل اسبوع هي السشوار مش المكوى، المكوى مضاعفه في الضرر. طيب السبريهات، في سبراي بتاع شي ده مشهور قوي، ساره هاني بتستخدمه وانا بحب ساره هاني واي تراست ساره هاني فاريكومند طبعا وانا عامله كده اهو. تاني حاجه وهو كامينا، بس ده تقريبا مش بيبقى متواجد كتير، ممكن توصوا عليه حد، ده رخيص، ده تقريبا ب 40 50 جنيه، ممكن يبقى بالكتير قوي في الاسعار الغريبه اليومين دول 100 جنيه بس ستيل حجمه كبير وحلو جدا، في ناس كتيره جدا شكرت فيه. في كمان بعض البراندات، تريزمي كان منزل، ريفلون كان منزل، وفايتو كان منزل. المهم يكون في ماده زي السيليكون تغلف الشعرايه وتحمي الكيوتيكال لاير دي على قد ما تقدر. ده كده انواع السيروم بتاعه المقاومه للحراره، يعني او انواع السبراي المقاومه للحراره اللي هتحمي شعرنا ضد الحراره عشان لو حابين تكوا او تسشوروا مره كل اسبوع. طيب احنا واحنا شعرنا تقريبا ناشف نحط الهيت بروتكشن اللي هو ناشف 50%، وفي وقت تاني، الوقت التاني ده انا بفضله اكتر. ليه؟ لان لو انا شعري ناشف 50% ده معناه ان في 50% ميه وفي 50% الماده اللي انا هحطها. لا، انا عايزه شعري يتحط بنسبه اكتر من 50% او تميل لل 100%، يبقى شبعان من الهيت بروتكشن، ما يبقاش في حاجه تانية محشوره جنب الهيت بروتكشن. فانا ما بحبش احط الهيت بروتكشن في الوقت ده انا كجاكلين، بس هو بيقال ان هو ينفع، بس انا كجاكلين لا. المهم بعد كده هنجيب سشوار بارد وهنسيب شعرنا ينشف في المايكرو فايبر. شعر ينشف لغايه تقريبا 80% في المايكرو فايبر او سشوار بارد كده، امشيه على الشعر من بعيد اللي هو هوا بهدوء، مش هقعد انطر شعري واوديه ورا واوديه، لا بالراحه من فوق كده، وانشف بالراحه ومن غير ما يلمس الشعر، ينشف بالراحه على قد ما يقدر. ممكن توازي ده وممكن توازي ده، لو انتم مستعجلين استخدموا السشوار، لو لا خلاص خليها في المايكرو فايبر.
80% نشف، يعني يا دوبك حاسين بسقعه بسيطه في الشعر، حطوا بقى الهيت بروتكشن. دي الطريقه اللي انا بحبها بعد ما يكون الشعر نشف 80%. طيب حطينا الهيت بروتكشن، المفروض بقى نعمل ايه دلوقتي؟ سشوار ننشف ال 20% اللي باقيين. سشوار بيبقى اهدى من المكوى في اضراره، فبالتالي كاني بترجم للشعريه بصي انا مش هجيب لك درجه حراره عاليه ولا هجيب حاجه تلزق فيكي لا، انا هجيب حاجه كده ايه تديكي شويه هوا سخنين. فبنفرد الشعرايه بنسبه اكبر بالسشوار. بعد كده بيبقى فيه شويه هيشان بتاع مش عارف ايه، وغالبا مع السيرم مش هيبقى موجودين، فهنروح نجيب المكوى ونمشي على الشعرايه مره مرتين بالكتير قوي، مره هي مره كويسه. طب جاكلين بقى الخطوات دي عملي الفيديو ده فيه كل حاجه انا بعملها بقلل بيها الاضرار. كل النصايح بتاعت قوي الشعر هتلاقوها في الفيديو ده. ما تنسوش دايما تستخدموا اي سيرم فيه سيليكون على قد ما تقدروا، ما تكتروش. في ناس كتير قوي بتقول عليه ان هو ماده ضاره، بس بالعكس انا شايفه ان السيليكون ماده تحفه انها تحافظ على الكيوتيكل بتاع الشعرايه. بصراحه مش عايزه افتي في الموضوع دوت، بس الابحاث قالت ان هو جامد. على قد ما تقدروا استخدموا حاجات فيها السيليكون، مش كتير. مفيش اي، بصوا هقول لكم، اي حاجه بتزيد عن حدها بتتقلب ضدها. فخليكم دايما عندكم اقتناع ان الحراره لو زادت هتضر، لو البروتين زاد هيضر، الصبغه لو عملناها اكتر من مره هتضر، اي هوسه كتير هتضر. بس that's what I need to say. I think I say all I have. done. بس كده خلصت الفيديو. يا رب تكونوا انبسطتوا واستفدتوا. لو عندكم اي تعليق سيبوه في الكومنت، هرد عليه خلال يومين او 3. دي الخاتمه بتاعت كل الفيديوز، فكان لازم ابتسم فيها. اشوفكم فيديو جديد. لو عندكم فيديوهات عايزين نعملها اكتبوها لي في الكومنت.